هذا الفيديو راح نشرح شلون تتسوق من موقع باستخدام وتدفع باستخدام خدمة زين كاش. هذا موقع ديمو احنا سويناه على مود نشوفكم شلون ممكن تدفعون. لنفترض انه انا اريد اشتري هذا الكتاب. دوس على باي ناو. راح بالاوردر سمري راح يطلع لكم طرق الدفع المختلفة، سواء تريد تدفع كريدت كارد او كاش اون ديليفري، يعني لما يوصلوا لك المنتج تدفع، أو تدفع باستخدام زين كاش. أكو بوتم أسود ومكتوب بيه Pay with زين كاش، أو ادفع باستخدام زين كاش. لما تدوسون عليه راح تطلع لكم هاي الواجهة اللي تقول لكم إنه راح تدفعون للشخص، للميرشنت باتمان اللي اسمه باتمان. راح تدفعوا له 12,000 دينار اللي هو قيمة الكتاب اللي أنا أريد أشتريه مال باولو كويلو. أوكي. حسب الموقع، إذا الموقع اللي تفوتوا له عربي فالواجهة اللي راح تطلع لكم بالعربي، إذا إنجليزي راح تطلع لكم الواجهة بالإنجليزي. بهاي الحالة أنا راح أكتب رقم تليفوني 964-78-2-3-9-1-9-9-5-5، وأحط البن نمبر مالتي وأقول له pay with زين كاش، ادفع باستخدام زين كاش. أوكي، ننتظر شوية. راح يقول لكم إنه العملية تمت بنجاح، والبالانس الجديد مالتي بقالي 808 ألف دينار عراقي. يبقى ينطيكم هم الترانزاكشن اي دي، هذا ترجعون بيه للميرشنت في حال يعني مثل كأنما رقم الوصل مالتكم، تبقى وياكم على كل دفعة تسووها انتو، او تشيكون دفعاتكم عن طريق التليفون، عن طريق اليو اس اس دي. لما تتم العملية التاجر راح تروح له نوتيفيكيشن، راح يروح له إشعار إنه اندفع لك هالقد، وأنتو كيوزر كاستمر راح يجيكم همين إشعار يقول لكم العملية تمت. شكرا جزيلا.